السلام عليكم. وفي الفيديو ده هنتعلم مع بعض الطريقة الصحيحة لطلب مواد التعبئة من أمازون. إيه الأكياس اللي بتقدر تغلف فيها المنتجات بتاعتك عشان تبعتها للعميل. عشان تقدر تطلب مواد التعبئة دي من أمازون وانت لسه فاتح حساب بائع على الأمازون جديد، لازم يكون اتعمل من حسابك على الأقل طلب واحد، لأن انت هتحتاج رقم الطلب ده. أو لو كنت فاتح الحساب من مدة فهتحتاج رقم آخر طلب اتعمل من حسابك. اما بالنسبه للحاجه التانيه اللي هتحتاجها فده هيكون المارشن توكن او الرمز المخصص للمتجر بتاعك اللي امازون بتقدر تعرف من خلاله ان ده المتجر بتاعك اللي طالب مواد التعبئه. فتعالوا نشوف مع بعض كده ايه الايميل اللي انا بحتاج ابعت عليه لامازون علشان اطلب مواد التعبئه. هتلاقي ان هو eg-packaging-material@amazon.eg، وهتلاقيني سايبهولك برضو في الديسكريبشن، تقدر تاخده تعمل له كوبي وتستخدمه وتبعت بيه الايميل. اول مره انت بتبعت لهم علشان تطلب مواد التعبئه بيكون الرد بتاعهم: عزيزي شريك البيع، لقد تلقينا طلبك وسيتم ارسال مواد التعبئه في غضون 3 ايام عمل، ولو ما وصلتكش مواد التعبئه ابقى ابعت لنا تاني وهنبعتها لك. المهم اللي يخصنا في الايميل ده ان هو بيذكر هنا ان المطلوب هو رقم طلب مسجل بحسابك ونوع واحجام ادوات التغليف المطلوبه. وزي ما انت شايف كده هو سايب لك جدول كمثال للحاجات اللي موجوده عندهم اللي انت تقدر تطلبها. بتاخد نسخه من الجدول ده وتحطها في الايميل بتاعك وتكتب الكميات اللي انت محتاجها. بس المشكلة بقى ان انت لو بعت الايميل بالطريقة دي في الاخر مش هيبعتولك الحاجة وهيردوا عليك بالايميل ده: عزيزي شريك البيع، نرجو من سيادتكم ان يتم ارسال رمز المتجر الخاص بكم أو آخر رقم طلب في الحساب الخاص بكم من أجل سرعة وسهولة توصيل مواد التغليف لكم. في حالة عدم إرسال رقم الطلب أو أي رقم تتبع لن نستطيع التعرف على حسابكم، مما سيؤدي إلى تأخير شحن الطلبات. فأنت لما بتبعت برقم الطلب بس في الآخر بيرد عليك بالإيميل ده، لأنه ما بيقدرش يوصل للحساب بتاعك. هو كاتب لك هنا أو، ولكن في الحقيقة إن أنت بتحتاج رمز المتجر ورقم الطلب، وبيبقى سايب لك لينك هنا ان انت لو دوست عليه هيوصلك على طول بالمارشن توكن بتاعك اللي موجود في الحساب. وسايب لك هنا مثال، طبعا ده مش رمز متجر حقيقي، ده مثال من امازون بتبعته لك بيوضح لك شكل رمز المتجر بيبقى عامل ازاي، وسايب لك الارقام. تعالوا بقى نروح على صفحة الحساب بتاعنا على امازون ونشوف المارشن توكن ده احنا ممكن نجيبه منين. فلو دخلت على الصفحة الرئيسية وبعدين رحت على الترس اللي موجود هنا ده ودوست اكونت انفو، هلاقي ان انا عندي حاجة هنا اسمها مارشن توكن، او لو انت عندك بالعربي هتبقى رمز المتجر. لو ضغطت عليها هتلاقي ان هو بيجيب لك هنا الرمز بتاع المتجر بتاعك. وعشان توصل لاخر رقم طلب عندك بتخش على الثلاث شرط اللي فوق دول، وبعدين بتخش على اوردرز، وبتخش على مانج اوردرز، وبعدين بتخش على شيب، فبتظهر لك الاوردرات اللي عندك كلها. فزي ما قلنا لو انت لسه فاتح حساب بائع جديد على امازون هتبقى محتاج بس ان يكون اتعمل ولو طلب واحد من الحساب بتاعك، وهتاخد رقم الطلب ده تنسخه وتحطه في الايميل اللي احنا هنبعته لطلب مواد التعبئة. ولو كنت فاتح الحساب بقالك مدة واتعمل اكتر من طلب من حسابك فهتحتاج رقم اخر طلب اتعمل من حسابك. تعالوا بقى لو رحنا على الملف اللي انا سايبه هنا، هتلاقي ان انا سايب لك على الجوجل درايف. لو عملت كوبي لللينك ده كده على الجوجل درايف بتاعي هتلاقي نسخة من الايميل اللي انت محتاج تبعتها لامازون. لو دخلت على اللينك ده كده هيظهر لك الصفحة دي مكتوب فيها الايميل اللي انت محتاج تبعت له اهو: eg-packaging-material@amazon.eg، وكاتب لك نسخة بالعربي ونسخة بالانجليزي زي ما تحب اللي انت عايزه. هيبقى نص الايميل اللي انت محتاج تبعت لهم بيقول: السادة امازون انا، وهتكتب اسمك هنا، لدي حساب بائع على منصة امازون، اسم متجري، وهتكتب اسم المتجر بتاعك هنا، وبعدين هتكتب رمز المتجر بتاعك اللي احنا عرفنا نجيبه من الترس واكونت انفو مارشن توكن. وهنا هتحط رقم الطلب اللي تم من حسابك. وانا حاطط لك نسخه من الجدول اللي هم بعتوه لك في الايميل اهو، في الاكياس الصغيره والاكياس المتوسطه والاكياس الكبيره. وسيبك من كل الاستيكرات دي لان في الاخر هم ما بيبقاش عندهم، مهما بتكتب اعداد ما بيبعتها لكش في الاخر. وبعدين شكرا جزيلا على مساعدتكم، وبتكتب اسمك هنا. او لو عايز بالانجلش هو نفس الكلام بالظبط: Dear Sears Amazon I am، وبتكتب اسمك هنا. I have a seller account on Amazon storefront with name، وبتكتب اسم الستور فرونت بتاعك. وبعد كده بتكتب المارشن توكن بتاعك هنا والاوردر
الاوردر اي دي هنا I request for packaging materials stored in the table below. وادي التيبل برضو نفس النسخة اللي فوق، بتكتب الأعداد فيها هنا thank you so much for your help yours، وبتكتب اسمك هنا. ممكن تعمل كوبي من هنا كده على طول، او لو عايز تنزل الفايل ده هو هيتفتح معاك على الوورد، فهتخش على فايل وبعد كده هتلاقي داونلود، ممكن تعمله داونلود از وورد فايل، ممكن تعمله داونلود از بي دي اف فايل زي ما انت عايز. فتعالى مثلا ننزله از وورد كده زي ما انت شايف هو بينزل تحت. لو دخلت عليه كده هيدخلني على الوورد بتاعي اهو. ممكن تعمل enable editing من هنا، فهيدي لك الحق ان انت تقدر تكتب اي حاجة او تزود اي حاجة زي ما انت شايف وتسيبها في الفايل بتاعك. طبعا انت مش هتبعت ده في نص الايميل اللي هتبعته لهم، انت بس هتاخده من هنا كات وتحطه في الميل اللي انت هتبعته، وده بس اللي هتنسخه في نص الايميل. وبعد ما بتبعت لهم الايميل بيكون الرد بتاعهم كده: عزيزي شريك البيع، لقد تلقينا طلبك وسيتم ارسال مواد التغليف في غضون 3 ايام عمل، ولو ما وصلكش خلال ال3 ايام ابقى اطلبه مننا تاني. وبيكرر لك كل الطلبات اللي انت بتحتاجها كل مرة محتاج انك تطلب مواد التعبئة، وبيبعت لك نسخة بالعربي ونسخة بالانجليزي، وفي الحقيقة هي بتوصل في خلال تقريبا يومين، ما بتكملش 3 ايام. اما بالنسبه للكراتين، لو كنت عايز تطلب كرتون تحط فيه المنتجات بتاعتك وتبعتها للعميل، فده غير متاح بالنسبه للناس الاف بي ام. فخليني اشرح لك جزئيه صغيره كده. بالنسبه لامازون عندهم نظامين: نظام اسمه اف بي اي او فولفيلد باي امازون، ونظام اسمه اف بي ام او فولفيلد باي مارشنت. نظام الاف بي اي ده بتبقى مخزن المنتجات بتاعتك في مخازن امازون، ولما بيجي لك اوردر هم اللي بيستلموه وهم اللي بيغلفوا المنتج بتاعك وبيبعتوه للعميل. فلما بيلاقوا ان المنتج ده يستاهل انه يتحط في كرتونه فبيغلفوه في كرتونه ويبعتوها للعميل، او لو بيستاهل اكياس فبيغلفوه في الاكياس بتاعه امازون اللي هي لونها رصاصي وبيبعتوها للعميل. انما لو كنت على نظام اف بي ام، يعني معناها ان انت بتبيع من بيتك او من المحل الخاص بتاعك، والمنتجات بتاعتك متخزنه في المخازن بتاعتك انت مش في مخازن امازون. فلما بيجي لك اوردر انت اللي بتستلمه وانت اللي بتغلفه وتبعته للعميل. فللاسف في الحاله دي هم مش بيبعتوا كراتين للناس اللي على النظام ده، بيبعت لك اكياس فقط. وتعالوا نشوف شكل الاكياس دي عامله ازاي. وبعد ما تعدي المدة المحددة للشحن سواء كانوا يومين أو 3 هتستلم كيس زي ده كده من شركة الشحن سواء كانت أرامكس أو غيرها. هتلاقي جوه الكيس ده الأكياس اللي انت طلبتها بتاعة التعبئة. تعال نتفرج عليهم كده وعلى مقاساتهم. طبعا انت ممكن تستلم أكياس بتاعة أرامكس أو أكياس بتاعة أمازون، هما الاتنين أصلا يعني ارامكس هي شركة الشحن بتاعت امازون، فساعات بيبعتوا لك الاكياس نفسها بتاعت ارامكس. فعندك دي مثلا ادي الاكياس الكبيرة اهي، دي الاكياس الكبيرة. لو جبنا كده ورقة A4 عشان نشوف المقاس، مثلا ادي الورقة A4 بيبقى تقريبا الكيس الكبير ضعف الورقة A4، وده الكيس المتوسط. تمام. طبعا هو الكيس بيبقى فيه هنا المكان اللي بتحط فيه الليبل، وبيبقى فيه زي ما انت شايف كده مكان للزق بتشيله كده عشان ده يلزق، الاتنين دول يلزقوا على بعض فمحدش يقدر ياخد الليبل. وعندك هنا المكان اللي بتحط فيه طبعا الحاجة بتاعتك اللي انت هتشحنها، وبتشيل اللزقة دي كده، وبعد كده الكيس بيلزق معاك في بعض وما بيتفكش غير لما الكيس يتقطع. تعال نشوف بقى كده المقاس بتاع الكيس الصغير، تقريبا قد الورقة الA4 تقريبا اهو، ده الوسط انا اسف. تمام. وده الكيس الصغير خالص بيبقى نص الكيس ده تقريبا برضو في نفس المكان اهو. تمام. تعال نشوف كده حجمه بالنسبة للورقة الA4. هو تقريبا بيبقى طول الورقة، لكن طبعا ايه ارفع منها شوية. ادي ال3 اكياس اهو حطيتهم لك جنب بعض، ادي الكبير وادي الوسط وادي الصغير. ولو عندك اي سؤال او استفسار عن موضوع مواد التعبئة او عن اي حاجة ليها علاقة بامازون عامة، اكتب لي في الكومنت وانا هجاوب لك عليه، ولو السؤال محتاج ان انا اعمل فيديو هجاوب لك عليه فيديو. اشكركم لمتابعة الفيديو، واتمنى اكون قدمت لك كل اللي انت عايز تعرفه عن مواد التعبئة، واتمنى اكون ساعدتك في المجال اللي انت بتشتغل فيه.